هي دي أكلة المستعجلين يا بنات. أول ما أكون مستعجلة وعايزة أعمل الغدا على طول بدخل على المطبخ، وهي دي الوصفة اللي بتيجي في دماغي دايما. بما إن إحنا بقى دروس ومذاكرة، وعايزة أقول لكم يعني ربنا يرحمنا، المناهج بقت صعبة جدا. فأنا بصراحة يعني بحاول كده أظبط أكلي عشان ما أخدش وقت كتير في المطبخ، ووقتي كله يبقى في المذاكرة. فقررت بقى هعمل لكم الأكلة القمر دي، صينية بطاطس بس على طريقتي. انسي بقى أي طريقة تاني عملتيها قبل كده بيها البطاطس، لأن الطريقة دي مختلفة. مامتي الله يرحمها، فطريقة هتعجبكم جدا وسهلة جدا، في 5 دقايق بعملها. وعايزة أقول لكم طعمها حلو جدا جدا بجد. لو جربتيها أنا متأكدة إن انت هتدمنيها، مش هتعملي أي طريقة تانية بالبطاطس. صينية بطاطس بالفراخ غير بالطريقة بتاعتي. وعايزة أقول لكم كمان تقدري تعملي صينية البطاطس من غير فراخ ولا اي حاجه، وهي تطلع طعمها حلو جدا. تعالوا بقى اوريكم الشكل بتاعها بيتكلم عن نفسها. صينيه البطاطس يا جماعه سهله جدا، ما فيهاش اي افتكاسات بصراحه، بطريقه مختلفه جدا عن الطريقه اللي احنا متعودين عليها. ودي الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، مع شويه رز بشعريه بقى، حاجه كده اللهم بارك يا بنات بجد. تعالوا كده بقى اوريكم الفراخ عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. ادي بقى الفراخ بتاعتنا، ولا البطاطس الواحده بوحدتها. لون البطاطس حلو، مش اللي هو حمرا قوي، انا ما بحبهاش حمرا قوي بصراحه. وهقول لكم ازاي اخلي البطاطس بتاعتي الواحده بوحدتها ما تتهرش مني. والتتبيله كمان مميزه جدا جدا، وطعمي كمان مختلف خالص. ما بحطش بصل، ما بحطش الحاجات اللي بيحطوها في صينيه البطاطس دي. طريقه مختلفه جدا وجديده، جربيها وهتعجبك. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا فاتن، ودي قناتي. ما تنسيش بسرعه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش الكومنتات الحلوه الفيديو عشان يرفع. وشويه مخلل بقى عاملينهم. وادي بقى صينيه البطاطس مع رز بشعريه، كان احلى غدا. تعالوا اقول لكم بقى انا طريقتي في صينيه البطاطس. عندي بقى كده ووك او طاسه، اول ما تسخن كويس قوي، اهم حاجه تبقى سخنه كويس قوي، انزل مكعب الزبده ومعلقتين من الزيت، تمام كده. والزبده بتدي طعم حلو قوي لصينيه البطاطس، ويفضل طبعا سمنه بلدي تبقى احلى. انا عندي هنا بقى الفراخ المتاحه عندك، بقوم غسلاها كويس جدا ومفتحاها التفتيحات اللي انتوا شايفينها دي. واول ما الطاسه عندي يبقى درجه الحراره عاليه، عشان انا عايزه اديها صدمه، ما تنزلش الميه ولا اي زفاره خالص. معلقتين الزيت، وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي على طول زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه تكون الطاسه بتاعتك سخنه جدا، انا عايزينها ما تنزلش اي ميه خالص، تاخد الصدمه، عشان ما تنزلش ريحه زفاره ولا اي حاجه. طبعا الفراخ بتاعتنا مغسوله جدا بالدقيق والليمون ومتصفيه كويس قوي، دي اهم حاجه في الفراخ بتاعتك، تغسليها وتصفيها كويس قوي. شويه فلفل اسود والسبع بهارات، وهبتدي اشوح الفراخ بتاعتي. انا بصراحه من الناس او المدرسه اللي ما بحطش الفراخ النيه في البطاطس او صينيه البطاطس. انا ما بحبش الفراخ النيه بتبقى مع الخضار وتنزل ميه وكده، لا انا بحب اديها صدمه بالزبده كده والزيت وشويه البهارات، بتخلي ريحه البطاطس بتاعتي في حته تانية خالص، وطعم الفراخ كمان بيبقى مميز جدا. هشوح بقى الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، مع بقى معلقه الزبده وشويه البهارات، 7 بهارات وفلفل اسود. وابتدي اشوح الفراخ بتاعتي. طبعا حطيت على الناحيه الاولانيه، قلبتهم، ابتديت برضو احط شويه بهارات 7 وشويه من الفلفل الاسود، وهبتدي بقى اشوحها تشويحه كأنك بتحمري الفراخ. انا عايزاهم ياخدوا لون دهبي حلو قوي، تمام كده. وعبال بقى ما نسيب الفراخ بتاعتنا كده تتحمر وتاخد اللون الحلو او تاخد صدمه حلوه كده، تعالوا بقى بعد ما تاخد الصدمه هقول لكم هنعمل. اهم حاجه يا بنات هاكد عليكم ان درجه الحراره او البوتاجاز بتاعكم يبقى عالي، ما يبقاش واطي، عشان الفراخ ما تنزلش ميه. بعد ما خدت بعد ما الفراخ خدت صدمة او خدت لون دهبي حلو كده، هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها صينية البطاطس بتاعتي. هجيب بقى كده الفراخ بتاعتي، وهبتدي انزل بيها. شايفين ما شاء الله لونها تحفة، عايزة اقول لكم بجد يا بنات ريحتها تحفة تحفة بجد. مكعب الزبدة مع شوية البهارات وتشويحة الفراخ دي بتفرق في صينية البطاطس بكتير، يعني والله بجد لو عملتيها هتدعيلي انا متأكدة. المهم بعد ما اخدت الفراخ في نفس الطاسه بنفس بقى شويه الزبده والبهارات، هبتدي اشوح البطاطس بتاعتي، كميه بطاطس اللي انت عايزاها براحتك جدا طبعا. بس توطي النار، هنا بقى لازم توطي النار عشان البطاطس ما تتحرقش منك. انا هديها تشويحه
كده ايه على خفيف، ما تاخدش لون ولا اي حاجه، اهم حاجه تاخد الطعم، الزبده والبهارات كده بتفرق كتير برضو ان انت تشوحيها. في ناس بتقلي البطاطس بس انا بحس ان هي بتبقى تقيله، فانا بديها تشويحه احسن. وفي ناس بتحبها كده، بس بجد لا، هتفرق معاكي كتير لو شوحتيها كده مطرح الفراخ اللي نزلت مع شويه البهارات ومكعب الزبده، بتبقى حلوه جدا جدا. وهنزل بقى بشويه من الفلفل، اي نوع فلفل بقى، حار، سبايسي، رومي، الوان المتاح عندك. انا كان عندي كده قرنين فلفل من اللي هو الرومي، قطعتهم وحطيتهم على البطاطس كده، اديها تشويحه حلوه زي ما انتم شايفين على نار هاديه. وهبتدي كل شويه كده اقلب زي ما انتم شايفين. انا مش عايزه اديها لون، انا عايزاها بس ايه تاخد كده ايه طعم الفراخ، وتاخد نكهه الفراخ، وتاخد نكهه التوابل اللي احنا حطيناها. بس يعني انا مش عايزاها تحمر ولا تاخد لون ولا اي حاجه، دوبك تتشوح كده مطرح الفراخ. هننزل بقى بالبطاطس بتاعتنا على الفراخ اهو. هنزل بقى كل الزبده وكل بقى البهارات والحاجات دي اللي هتدي بقى طعم مختلف لصينيه البطاطس بتاعتي. هنا بقى يا بنات، انا بصراحه كان عندي تركايه مهمه حطيتها، بس لو متاحه عندك، انا حطيت شريحه كده من اللية، شريحه من اللية على الوش. بس لو ما عندكيش مش متاحه، يعني حته دهنه بتديها طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي. هنا بقى خلاص حطينا البطاطس والفلفل والفراخ اللي احنا شوحناها. هجيب بولة عندي، وعندي بقى هنا معلقة توم كبيرة، يعني معلقتين كبار كده او معلقة كبيرة. وهنزل بقى بكمية الطماطم على حسب الصينية بتاعتي اللي انا هعملها. ده نص كيلو من الطماطم، طبعا انا بشيله في الفريزر عندي دايما. فاخدت كده الطماطم بعد ما فكت، وهبتدي بقى احط معلقة التوم الكبيرة، واحط بقى كل التوابل اللي انا بحبها. انا هقول لكم انا عندي هنا ميكس من التوابل، وسبع بهارات، وايه تاني، وشويه كمون وكزبره. حطي بقى حسب ما انت الكميه اللي انت عايزاها، هي ربع معلقه واقل كمان، يعني رشه بسيطه من كل التوابل دي. بودره بصل وبودره ثوم، فلفل اسود، شويه كمون. ولو عندك بهارات فراخ، حطي كده سنه بسيطه من بهارات الفراخ. وقلبي بقى كل البهارات الجميله دي وشويه الملح بتوعك. وحطيت كمان اقل يعني كوبايتين من الميه، تمام، كوبايتين من الميه، عشان انا بحب صينيه البطاطس تبقى فيها صوص كده للولاد. وهنا عندي ربع معلقه من السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، وبرده نص معلقه من الملح. قلبت بقى كل الكلام الجميل ده. وده برضك اختياري، لو حابه مع مكعب كده من المرقه بتديها طعم حلو قوي بجد ونكهه مختلفه. حطيت كده المكعب بتاعي، وهبتدي بقى اقلب كل ده. عايزه اقول لكم بجد الميكس ده تحفه جدا جدا. هقلب بقى كل الكلام ده، وهنزل على طول على الصينيه بتاعتي. شايفين بقى الموضوع سهل، مش واخده وقت معاكي خالص. بالذات بقى لو انتي شايله الطماطم كده مضروبه في التلاجة والحاجات دي. والثوم طبعا انا ضرباه وبرده شايلاه فرماه وشايلاه، ما بياخدش وقت خالص. نزلت كده بقى صينيه البطاطس بتاعتي، الاول بسيبها 10 دقايق على البوتاجاز من فوق ومتغطيه، وبعدين هدخلها الفرن اول ما تستوي تاخد اللون ده. عايزه اقول لكم تحفه بجد، ريحتها قلبت ريحه البيت، حلوه جدا جدا، سهله بسيطه، مش هتاخد معاكي وقت خالص. طبعا صينيه بطاطس يعني رز بالشعريه بتاعنا الجميل. عملت كده شويه رز، وتعالوا بقى اوريكم الفراخ بتاعتي، بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. عايزه اقول لكم هي الفراخ دايبه، بس للاسف ما لحقتش اقطع لكم حته، كان نفسي اقطع لكم حته فرخه وتشوفوها من جوه عامله ازاي، شاربه التتبيله، والفراخ حلوه جدا جدا. وبطاطس كمان الواحده بوحدتها، بس ولادي طبعا كانوا عمالين يزنوا عايزين يتغدوا عشان رايحين التمرين. فطبعا ما فيش وقت يا بنات، انا بصور وبجري كده في التصوير. ما شاء الله شايفين البطاطسايه عامله ازاي، ما اتهرتش مني. الفراخ واخده لون حلو قوي، ريحه الفراخ اصلا. والبطاطس صينيه مختلفه جدا جدا، اعمليها بالطريقه دي هتدعيلي، من غير بصل ولا اي حاجه. وشويه مخلل الخيار بقى كنا عاملينهم مع بعض، حاجه كده بالف هنا وشفا.